ازاي تعرف سبب اصابتك بالظبط عشان تتجنبه بعد كده؟ بصراحه هو صعب شويه ان انت تعرف سبب اصابتك بالظبط، وصعب جدا انك تتجنب ان الاصابه دي تحصل بعد كده. بس انا هقول لك على شويه حاجات كده ممكن نعملها في ان احنا نقلل فرصه حدوث الاصابه بعد كده. اولا، انت لما بتتصاب ممكن يبقى سبب اصابتك ده حاجات كتير قوي احنا ما نقدرش نتدخل فيها، وممكن يبقى حاجات نقدر نتدخل فيها زي مثلا حمل التمرين بتاعك. بس تعال نقول مثلا ان انت بتلعب كوره واتمزقت في الخلفيه. طب اشمعنى اتمزقت في الخلفيه مش الاماميه؟ واشمعنى اتمزقت في الخلفيه اليمين مش الخلفيه الشمال؟ دي اسئله غالبا ملهاش اجابات. انت تتمزق في الخلفيه، غيرك يجيله رباط صليبي، غيرك تاني يحصل له مشكله في كتفه. كل واحد بيحصل له الاصابه بشكل مختلف، وممكن اللي يحدد ده تبقى جينات وحاجات احنا ما بنقدرش نتحكم فيها. بس عشان تقلل فرصه الاصابه، فانت اولا محتاج تحط حمل تدريبي صح، وما يبقاش فيه اوفرلود على جسمك بشكل عالي قوي. تاني حاجه ان انت محتاج تريكفر كويس، تنام من 6 ل 8 ساعات في اليوم، وكمان تبقى بتاكل كويس وبتدخل كل النيوترينتس اللي جسمك محتاجها. لكن لو حاجه من الثلاثه دول وقعت، فرصه حدوث الاصابه عندك هتبقى اعلى من غيرك بكتير.